يا نهار ابيض، انت مالك رجعت لورا كده ليه؟ يا لهوي، انت بقيت رفيع جدا. اول ما شفتك معرفتكش. مال وشك بقى دبلان قوي كده ليه؟ هو انت ليه كشيت كده؟ يا جماعه رفقا بالقلوب بقى. جمله كلنا حافظينها وعمالين نكررها: الكلمه الطيبه صدقه. هل فكرنا قبل كده ان الكلمه الخشنه اللي ممكن تتقال بداعي العشم او ان انت بتطمئن عليه دي ممكن تكون سهم مسموم بيدخل قلب انسان تعبان ويهده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان زياره المريض ليها اجر عظيم، كانك بتجني من خريف الجنه. بس للاسف في زماننا ده اتحولت زياره المريض او السؤال عنه عند بعض الناس لمحاكمه او مفتش صحي. المريض دايما بيبقى شايل شيلته وبيحارب في سكوت مع الالم والادويه والاجهزه. بيبقى عايز مننا طاقه امل كده، طاقه امل ترفعه لفوق، مش كلمه توجعه فوق وجعه. تعالوا كده نتكلم بصراحه وبدون زعل. لما نشوف حد كان تعبان او بيمر بوعكه صحيه، اول جمل بتطلع من اللسان ايه؟ عند بعض الناس طبعا: يا نهار ابيض، انت مالك رجعت ورا قوي كده ليه؟ يا لهوي، ده انت رفعيت خالص. انا اول ما شفتك معرفتكش. ده انت وشك دبلان كانك واحد تاني. المريض مش اعمى، عنده مرايه في بيته والله، وشايف، بيشوف نفسه كل يوم، عارف ان عينه دبلت، وعارف ان هو كش، وعارف ان هو بقى رفيع، عارف ان المرض اكل من جسمه ومن نضارته. هو مش مستني منك تقرير حاله، ولا مستني حد يفوقه ويقول له شوف شكلك بقى عامل ازاي. المرض لما بيدخل الجسم ما بياخدش بس العافيه، بياخد كمان راحه البال، بياخد النوم، بياخد الاستقرار. بلاش نكون احنا والزمن والمرض عليه كمان. كلمه تطلع من لسانك في ثانيه وبدون تفكير يخلي المريض يقفل باب بيته على نفسه ويحس ان هو مكسور، وده بيضعف من مناعته ويأخر شفاه، وتبقى انت السبب. خلي بالك، النفسيه نص العلاج. في الامراض المزمنه او امراض الجهاز التنفسي النفسيه هي المحرك الاساسي. لما نفسيه المريض بترتفع مناعته بتزيد، وجسمه بيقدر يقاوم العلاج ويتقبله. ولما نفسيته بتتدمر بكلمه تضايقه، الاكسجين بيقل في جسمه، ضربات قلبه بتتلخبط، وبيحس بالخنقه والضيق. انت قد كده؟ يعني تعليقك عن الخسسان او ان هو وشه بقى شاحب ده مش مجرد كلمه وبتعدي، دي عامله زي القنبله قذيفه كده بتضر بيها صحه الانسان اللي انت رايح تزوره. ليه بنتعامل مع المريض على ان هو اللي اختار اللي هو يبقى مريض؟ كانه هو اللي اختار يخس. دي ادويه، دي هرمونات، ده صراع جوه جسمه احنا مش شايفينه. اللي ربنا عافاه يحمد ربنا على نعمه العافيه والستر، ويحترم خصوصيه ووجع غيره بقى. والله يا رغده احنا بنبقى خايفين عليهم وعايزين نطمن. طب نقول ايه ونطمن ازاي؟ تعالوا نتعلم سوا اتيكيت الكلمه مع المريض. لما تشوف مريض سيبك خالص من خسسانه ووشه وجسمه، بص في عينه وقول له ما شاء الله، وشك فيه نور ورضا. الحمد لله ان احنا شايفينك وسطنا دايما. الحمد لله على سلامتك، قمتك عندنا بالدنيا. بدل ما تسأله في تفاصيل المرض المرعبة، ادعي له دعاء يفتح نفسه. ربنا يرد لك عافيتك كلها يا رب. بكرة ترجع أحسن من الأول وتملى الدنيا علينا حركة ونشاط. بلاش جملة لو عوزت حاجة قول لي. كده كده المريض بيبقى خجول. قول له أنا كده كده هعمل الحاجة وهجيب لك معايا، وأنا دايما في ظهرك ومنتظر إشارتك. بلاش لما تلاقي حد مريض بمرض معين تحكي له عن قرايبك اللي ماتوا بنفس المرض. بصراحة دي بتبقى قمة في قلة الذوق. احكي له عن قصص ناس خفت وقامت وبقت زي الفل. اديله دعم يا أخي. رسالتي للمريض: لكل إنسان بيمر بابتلاء صحي أو مرض تعبه وغير ملامحه، جسمك صدقني مش مجرد شكل، جسمك بطل وبيحارب. جسمك بيحارب في معركة ضخمة جدا، يستحق منك التحية مش الزعل من كلام الناس. ملامحك اللي بتتغير دي وسام شرف وصبر. كل ألم، كل خنقة نفس، كل كيلو خسيته من جسمك دي رفعة لدرجاتك، تكفير لسيئاتك عند ربنا. زعلان ليه بقى؟ ربنا بيحبك فابتلاك. الناس اللي بتعلق دي وبتعلق عليك بكرة يعرفوا ان العافية دي حاجة بتتلبس وفي ثانية ممكن تتشال. خلونا يا جماعة نكون بلسم لبعض، نجبر خواطر بعض. ما تنسوش الكلمة الطيبة بتشفي وبتداوي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، ويرد لكل تعبان صحته وعافيته، ويجعل بيوتكم مليانة بالصحة والستر. قولولي كده ايه أكتر جملة بتوجعكم لما تمرضوا عشان نعلم بعض ما نقولهاش تاني. شيروا الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، عشان الوعي يوصل لكل الناس، ونتعلم نجبر خواطر بعض بقى. أشوفكم على خير في فيديو جديد.